السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك الدكتور محمد حجاج، أهلاً بحضرتك. محلل السياسي المعروف، يعني مش محتاج ان انا اعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. تسمح لي حضرتك بس اسالك كام سؤال كده يعني؟ تحت امرك يا فندم. الله يخليك. اول حاجه، طبعا احنا في بالنسبه اعياد الثوره وأعياد ثوره 25 يناير، حضرتك شايف في الاول يعني الثوره حققت هدفها ولا لسه في حاجات ما اتحققتش يعني؟ لا والله حضرتك، من وجهة نظري ان اندلعت ثورة 25 يناير، وده في حد ذاته انجاز اولي لثورة ممتدة لسنوات وسنوات، ولم يتحقق من الثورة بالمفهوم الحقيقي حتى الآن الأهداف الحقيقية، اللهم إلا سقوط رأس النظام فقط لا غير. نمرة 2، تمت الانتخابات البرلمانية، ودي خطوة على طريق الديمقراطية رغم ما شابه من سلبيات كثيرة، ولكن أهداف الثورة كبيرة وطويلة وتحتاج لعنصر الزمن والإرادة الشعبية حتى تحقق مصر ما تريد من حياة حرة كريمة. طيب، السؤال الثاني حضرتك، انت شايف التيار الاسلامي وخصوصا بعد ما نجح في الحصول على اكبر نسبه من المقاعد في البرلمان، هل ده هيكون ليه تاثير في اي المجالات وبالذات المجال الثقافي والفني؟ من وجهة نظري، بعد أن حصل التيار الإسلامي على الأغلبية من مقاعد البرلمان المصري، سواء كان جماعة الإخوان المسلمين الممثلة في حزب الحرية والعدالة أو الاتجاه السلفي أو كل الاتجاهات الإسلامية، لا أخشى على مسيرة مصر الإبداعية من أي تيار أو اتجاه. فمصر مليئة بالاتجاهات المختلفة الفنية والثقافية، والتي لا يقف في وجهها أي تيار أيا كان، فالإبداع والثقافة هي ملك للشعب. جميل. الاحتفال بقى، حضرتك شايف الرؤية اللي انت شايفها هيكون ممكن يكون ازاي الاحتفال بثورة 25 يناير؟ أولا مبروك على الشعب المصري ثورته، ولكن من وجهة نظري الشخصية ليس المجال في الذكرى الأولى لثورة لم تكتمل أن يكون هناك لقب أو مسمى أو مفهوم الاحتفالية على الإطلاق. إنها بداية لتكملة مشوار وتقييم سنة كاملة على المد الثوري، فلنجتمع جميعا ولنتناقش جميعا من أجل مصر ومن أجل رؤية مرحلة قادمة لنجعل مصر على مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة. طب حضرتك قلت لي في بداية اللقاء ان في مفاجأة حضرتك هتقولها لي أثناء الحديث، يا ترى ايه المفاجأة؟ حضرتك لفت نظري أن الإخوة الذين تقدموا أو أطلق عليهم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فأنا بقول ليس هذا العدد القليل هو الذي يمثل الشعب المصري. هناك كفاءات كثيرة من أهل الخبرة والعلم والتخطيط، ولكني أحتج على الجانب الإعلامي من صحافة وفضائيات أنها تركز على حفنة قليلة من المرشحين المحتملين لرئاسة مصر. ومن هنا ومن منطلق حب مصر وشعب مصر ومن منطلق تاريخي الوطني في العمل التطوعي من أجل التراب المصري، أفكر جديا أن أتقدم للانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية ما بعد ثورة 25 كلنا معاك. انا متشكره جدا يا دكتور، حضرتك سمحت لي باللقاء الصغير ده. الف شكر، ربنا يوفقك ويوفقنا جميعا اللي بما فيه الخير لمصر. شكرا جزيلا. السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام.